أمام منصة القضاء لم تتحدث الزوجة السعودية عن أي خلل في العلاقة بينهما. ما قالته بدأ بسيطا في ظاهره، لكنه حمل وجعا ثقيلا وعشرة مهدورة. في التفاصيل وكواليس ما بينهما كان الزوج حاضرا بجسده فقط، أما مسؤولياته فقد أنفقها على الغرباء، حتى طلبت السيدة الخلع دون عودة. حين تحدثت الزوجة أمام القاضي لم تكن تبحث عن تعاطف بل عن إنصاف. قالتها بوضوح: زوجي كريم لكن ليس معنا. الزوج كما سردت لا يفتأ يقيم الولائم ويستعرض كرمه أمام الأقارب والمعارف، يرسل الدعوات ويسقط الذبائح ويحرص على مظهر الرجل السخي. لكن خلف الأبواب في بيته الصغير كانت زوجته وصغاره في قائمة الانتظار. كلما طلبت مالا للبيت أو للأولاد كانت تواجه بجملة واحدة: ما عندي. وحين يضيق الحال تلجأ لأهلها، لا لأن زوجها فقير بل لأنه اختار ألا يصرف على بيته. قالت الزوجة إنها لم تتسرع بل صبرت، وحاولت أن تذكره مرارا بأن النفقة واجبة وأن بيته أولى، لكن الزوج لم يكتفي بتجاهلها بل صار يختفي أياما. كلما ناقشته يهرب من الحوار، يعود وكأن شيئا لم يكن، ويعيد نفس التصرفات وكأن البيت ليس له فيه أحد. أمام هذه الدوامة المتكررة لم تجد أمامها إلا القضاء لتضع حدا لما سمته زواجا بلا مسؤول. ما باحت به الزوجة أظهر تناقضا كبيرا بين الصورة العامة للزوج وسلوكه داخل البيت، وكانت كلمتها الأخيرة في الجلسة: لا يهمه بيته ولا أولاده، لا يصلح أن يكون زوجا. المستشارة الأسرية فاطمة القحطاني علقت على القصة مؤكدة أن مثل هذا السلوك كفيل بتفكيك أي أسرة حتى دون أزمات كبرى. البخل بحسب تعبيرها ليس مجرد تقصير مالي بل انعكاسا لتحكم وربما انتقاما عاطفيا خفيا. الرجل كما أوضحت قد ينفق على الآخرين لإرضاء صورته الاجتماعية بينما يترك أسرته تصارع الحاجة. وأشارت إلى أن الزوجات لا يطلبن الثراء بل الحد الأدنى من الكرامة، وعندما يحرم الصغار من مستلزماتهم في مقابل ولائم الأصدقاء والمعارف تتحول الزوجة من شريكة إلى غريبة في بيتها. الحياة الزوجية ليست بطولات ظاهرية ولا عطاء استعراضيا للناس، هي التزام داخلي يبدأ من البيت. ما حدث في هذه القصة لم يكن نادرا بل يتكرر في صور مختلفة، حين يعتقد بعض الأزواج أن الإنفاق واجب اختياري وأن الزوجة يمكنها التعويض من أهلها. لكن هذا التفكير كما تؤكد القحطاني يؤدي إلى تآكل العلاقة، لأن المرأة التي تضطر لمد يدها لأهلها من أجل صغارها لن تقبل أن تستمر في هذا الدور طويلا. ليست كل القصص تنتهي بطلاق صاخب، بعضها يهدم بصمت، بنقص النفقة وغياب المسؤولية وكرم لا يرى البيت. هذه الزوجة لم ترفع صوتها بل رفعت قضية وقالت كلمتها بهدوء: هذا رجل لا يصلح زوجا. ومن خلف منصة القضاء